السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال كلمنا عن ازاي هنقدر نعرف الشخص التاني كويس قبل ما نتجوزه لو طبقنا ضوابط الخطوبة. اولا عايزين نتكلم في حاجتين قبل ما اجاوب. اولا هو الخطوبة دي ايه؟ الخطوبة دي ما هي الا وعد بالزواج. يعني انت متخيل ان انت رايح تشتري حاجة فواحد كلمك عليها، فانت اديته كلمة قلت له والله انا هديها لك، مش هبدي حد عليك. فانت خلاص انت اديته الكلمة، فالكلمة دي ما ينفعش تخلفها، ولو هتخلفها لازم بالاتفاق زي ما قلت له برضو تخلفها بالكلام برضو. يعني تقول له لا خلاص احنا الوعد اللي احنا بيننا مش هنقدر اللي احنا نكمله. كونك انك مثلا واحد هيشتري منك موبايل وقلت له والله انا مش هبيع الموبايل ده لحد غيرك، تمام؟ ده لا يعني اللي انت تديله الموبايل يستخدمه، مش حد بيعمل كده صح؟ فازاي الواحد وان كان لا يفعل ذلك فيما هو جماد بيعمل ما هو اسوأ منه مليون مرة في بشر؟ فتلاقي بيديله بنته يستعملها، وانا اسف على الكلمة والله مش قصدي حاجة، ولكن ده اللي بيحصل بالفعل. فهو الزواج اصلا ده ايه؟ سكن، حقوق، واجبات، في نفقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فازاي اللي انا ادي لشخص بشر يستعمله فيما دون حقوقه وانا ما بدلوش جماد لو انا وعدته وهو لم يستوفي الثمن. الثمن ده مش فكرة الفلوس بس، الثمن ده ممكن يبقى اتفاق اللي هو يستخدمه استخدام معين، حاجات كتيرة، مش لازم اللي هو يبقى ثمن بس. فالخطوبة ما هو إلا وعد بالزواج، لا يعني أي حاجة تانية. الرجل اللي هو الخطيب ده اللي جاي يخطب إنما هو رجل أجنبي زيه زي اللي ماشي في الشارع، ولكن أنا بعد ما لقيت اللي هو مناسب ليا وعدته بالزواج، واللي لو حد جه عايز يتزوج البنت دي هقول له والله إيه، لا دولت متكلمين عليها، دي مخطوبة وخلاص خلصنا، تمام؟ فده مهم قوي 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 اللي الواحد يعرفه. وعد بالزواج لان بيحصل بلاوي سودة، تخيل واحد يمسك ياخد الموبايل ويكسره، فخلاص ما ينفعش ينتفع بيه تاني. وطبعا لما انا بقول بقى يكسره، ينفع انت ايه تنقل ده بذهنك الى الحاجات اللي ممكن تتعمل بره الاطار بتاع الاستخدام العادل ده، تمام؟ والمرأة في الحالة دي بتبقى دايما هي اللي خسرانه، دايما مفيش مجال للمقارنه، دايما المراه هي اللي خسرانه. فاولا وفي بلاد اصلا مفيش حاجه اسمها خطبه، يعني الخطبه دي اللي هو العقد اللي هو يتزوج، وبعد كده بقى في ايه؟ في الزواج اللي هو القران بقى، او اللي هو ايه البناء نفسه يعني. فده مهم جدا 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 الناس تعرفه. فالشخص بيروح بيدخل البيت من بابه، بيجلس جلسة شرعية. جلسة شرعية دي مش معناها الأب والأم فوق دماغ الشخص، لا، هما ممكن شايفينهم وهم بيتكلموا، وانت ما فيش حاجة هتتكلم فيها في الفترة دي، ما ينفعش اللي في حد ايه يسمعكم، فاهم؟ لأن انت بتحاول الفترة دي تتعرف على الشخص، وانت بتشوفه فيلقى في قلبك حب الشخص ده، ايه ده مناسب ليا جدا، ده شكله عاجبني، وتستطيع في الفترة دي اللي انت ايه اللي عينك تقع عليه تشوفه ما يدعوك لزواج اللي قدامك. ولو هي واحدة منتقبة ممكن تشوفها مرة واثنين وثلاثة، طبعا انت حد محترم وابوها وولي امرها واخد باله انك مش انسان لعبي او انسان مهزأ، فعادي بتشوفها الناس ساعات بيبقى عندها تخيلات اللي هو واحد رايح يتجوز واحدة منتقبة ما بيشوفهاش، اللي هو بيلبس ويوم الجواز بقى ايه، يا تطلع كويسة تطلع قرعة مثلا، يعني ما تمشيش كده. فده أول حاجة اللي أنت تعرف يعني إيه خطبة وحكمها في الشرع إيه، لأن بيحصل مصايب كتير جدا جدا جدا. وزي ما سيدنا علي قال من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أنت مفروض اللي أنت قبل الزواج تحوش أكبر قدر من المشاعر اللي قعدك بعد الجواز شوية قبل ما تحس إنك زهقان أو إيه ده، ايه وجع الدماغ والقرف ده، لان بعد الزواج بيحصل مسؤوليات. انت واحد قاعد في بيت ابوك وامك، وهي قاعده في بيت ابوها وامها، وفجاه
بقيتوا اللي انتوا الاتنين في مكان واحد ومسؤولين عن بعض، وفي واجبات وفي حقوق، وبقيت بتشوفها على غير البهاء والزهاء اللي انت بقيت بتشوفه، هي نفسك بتشوفك وانت لسه صاحي، واللي هو بقى عينيك مش فاهم، وهكذا يعني. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فلازم تركزوا في الحته دي قوي، انك المشاعر دي لازم تحوشوها لما بعد الزواج، وكلما حوشتها كلما كان في بركه بعد الزواج. ثانيا الاخت اللي بتتكلم بتقول اللي هو ايه يعني لو مشينا بالطرق الشرعيه. طب ما انت لو احنا ما مشيناش بالطرق الشرعيه، الزواج رزق، واحنا وما عند الله لا ينال الا بطاعته. فلو انا قررت اعمل بقى اصاحب قبل الزواج، اعمل قصه حب، والله 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 هتقلب بنكد بنكد بنكد، لو مش دلوقتي بعد حين. سبحان الله، كنت اتذكر واحد صديقي، ويعني ايه قصه حب وبتاع ومش عارف ايه، منهم اللي قعد والله بالست سنين خاطب وبعد كده راح فاسخ، ولما اتسال قال لك والله اصل احنا مش مناسبين لبعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام. طب 6 سنين ولا 8 سنين، انتوا ايه اللي بقى ما عملتوهوش اصلا عشان تيجي تقول لي بعد 6 سنين و8 سنين؟ ده انت لو سقطت في هندسه 3 سنين يا اخويا مش هتاخد ال8 سنين دول. فالموضوع كبير. او واحد زي صاحبي ويبقى هما الاثنين بقى كل شويه ينزلوا صورهم على السوشيال ميديا، وهي عامله كده وهو عامل كده ومش عارف ايه، ولما اتجوزوا حصل ما بينهم مشاكل رهيبه، لان كل واحد مش شايف اللي هو حقيقه التاني. والزواج ده شيء مسؤوليه جميله اذا اخذت بحقها. فيبقى جزئين مهمين قوي 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 قوي، اللي هو حكم الخطبه وايه الخطبه دي اصلا، وتاني حاجه اللي هو لو هو مش بالجزء الشرعي هيبقى بايه. والبنت دايما هي اللي خسرانه في الجزئيه دي للاسف. فلو ما فيش رجاله تقف في ظهرها، والبنت بالعاطفه بتاعتها، والله العظيم بتستخدم وتستهلك باسوأ الطرق. تمام. والراجل بعد كده ايه يقول لك يا عم احنا جربنا، للاسف والله انا انما اتكلم كالناصح يعني. تمام. انا جربت حاجه يلا اللي بعديها. والموضوع رزق، الموضوع رزق، فلا تستبطئن الرزق بان تنالوه بمعصيه الله. والله كنت اعرف ناس كانت مثلا تبقى البنت فيها من الالتزام وفيها من البتاع، وقلعت الحجاب، امها تقول لها هو انت ازاي ما جبتيش عريس لغايه دلوقتي؟ هو انا ايه انا يعني هو انا شغاله ايه بالظبط؟ المفروض ده انا اللي يرغب فيا. كلما نزلت من نفسي وبقيت سهله، كلما الشخص اصلا استخدمني بدون اوبليجيشن. لو هو واحد يعني بدون قيود، هو لو واحد لقى انا اسف موبايل في الشارع، ولا اللي هو يعرف يستخدمه من غير ما يشتريه، او ياخده 14 يوم استهلاك مجاني، هدفع فيه فلوس ليه يعني؟ طبعا الا ان يكون لدي عندي من الدين ما يمنعني اللي انا لما الاقي حاجه استخدمها بدون اذن، او بدون اللي انا اعرفها، ماشي، وخاصه لو هي مش لقطه. فاللي انا ليه بتكلم وبقعد اعمل القياسات دي؟ لان انا بحب جدا اللي هو لما نقيس على امور الدنيا. فاللي هو ازاي انا ارضى البشر ما لا ارضاه لجماد، وارضى لواحد يستخدم حاجه وليست من حقه، واعتمد اصل هو عنده دين، اصل هو كويس، اصل هو ابن ناس. لا، ما فيش الكلام ده خالص. حاجات لما بيدخل فيها الشيطان والناس ما بتبقاش على دين، او بيدخل فيها القلوب، ده اللي بيسبب بلاوي سودة للاسف يعني. طيب، فاحنا تكلمنا على نقطتين مهمين. طب تالت بقى حاجه وهي الاساس، ازاي اعرف الشخص ده كويس؟ وسؤال، لما واحد بيروح عشان يقسط حاجه للبنك بيعملوا ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيستفسروا عنه ازاي؟ بيروحوا المحل سكنه، يخلوه يجيب بنك ستيتمنت، يسألوه أسئلة، وهكذا. المفروض الشخص يبقى يعمل ده. بمعنى أنا دلوقتي شخص جه تقدم لي، الشخص ده عنده CV، عنده سيرة ذاتية. أنت مين يا ابني؟ في كلية إيه؟ بتشتغل إيه؟ بتشتغل فين؟ وطبعا بكل تهذب وكل احترام، لأن أنا لازم أبين احترامي للشخص اللي جاي عشان ياخد بنتي، فلازم أديله وضعه. ففي حاجات بتبان من الكلام. هل الشخص ده تافه؟ هل الشخص ده غير مسؤول؟ هل الشخص ده أسرته سيئة؟ أبوه وأمه ما فيش توافق اجتماعي، أو توافق مالي، أو توافق علمي، وقبليهم توافق ديني. فأنا الشخص اللي جاي عنده سيرة ذاتية. أنت مين يا ابني؟
ابوك مين، امك مين، اخواتك مين، بتشتغل فين، بتشتغل ايه، تمام، خريج كلية ايه، بتعمل ايه في يومك، نفسك تعمل ايه في حياتك، ايه اهم حاجات في دنيتك، تمام، بتصلي في المسجد ولا لا، بتدرس علم شرعي ولا لا، بتدرس علم شرعي، بتدرس علم شرعي ايه، بتصلي في المسجد، بتصلي كل الصلوات في المسجد، بتصلي الفجر في المسجد، تمام. وفي حاجات بقى تبان ايه، تبان من الكلام، تمام، طريقة كلامه، طريقة تعامله. وفي ناس نصابة، في ناس بتعرف اللي هي تنصب على الناس، ولكن لما تشوفوا تعامله بقى مع ابوه وامه، هو قاعد في وسط ابوه وامه ازاي بيكلمهم، ايه ده بيبوس ايد ابوه وامه، ده ابوه وامه لما بيكلموه باسلوب لابق واسلوب هادي واسلوب جميل، مما يدل على اللي هو ايه، الا ان تكون العائله كلها نصابه، اللي هم ناس محترمه من اقاربك، تمام. انت ساكن فين، فخلاص انا دلوقتي الشخص ده جالي، فهو انا بقيمه كشخص، وبعد كده بقيمهم كاسره، تمام. فهو اذا الحديث الضعيف اللي فيه ضعف، اذا جاءكم من ترضون ايه دينه وخلقه، فانت الدين ده اللي هو ايه تاني، انت ما معك من قرآن، تمام، مين شيوخك، يعني مين الشيوخ اللي انت دلوقتي لو حصل حاجه بترجع لهم، فتعرف اللي هو في علاقه دائمه مع اهل علم، بتنزل تصلي في انهي مسجد، تمام، بتصلي في الشغل ولا لا، علاقتك بالناس اللي معاك في الشغل عامله ازاي، الاختلاط، دي حاجه. تاني حاجه السوشيال ميديا، من غير ما تعرفه، من غير بتاع مش عارف ايه، ادخل دور عليه على السوشيال ميديا، تمام. السوشيال ميديا كافيه اللي هي تقول لك الشخص ده ايه بالظبط، ما لم يكون برضو راجل ايه نصاب جامد جدا وراح خفى كل حاجه، ودي تقريبا شبه مستحيله، تمام. وادخل بص عليه لو ليه تويتر اكاونت، يا سلام، يعني تدخل ده هيعرفك خلاص، ده انت مش محتاج حاجه تانية من الدنيا يعني. لو ليه تويتر اكاونت تدخل تشوف بالظبط هو بيبعت ايه، بيرد على مين، بيرد ازاي، البوستس بتاعته، ده يبين لك كل حاجه. يعني انت دلوقتي الانسان بقى ايه، المتغطي بيهم عريان يعني، فبقى سهل انك تعرف عنه. فانت عرفت الحمد لله عن الشخص واسرته، الحمد لله. عرفت عن طريق السوشيال ميديا. ثالث حاجه عن طريق اصدقائه. لو انت قدرت، انت قلت له مثلا انت بتصلي فين، وروح المنطقه وقت العشاء وقت الفجر وشوفه، وروح صلي في المسجد ده، او ابعت حد هو مش عارفه يصلي في المسجد ده، وشوفه بينزل يصلي ولا لا. ولو بينزل يصلي بيكلم الناس مثلا بعد الصلاه، طريقه تعامله ازاي، هل بيروح ويجي على طول. فانت قيمت الشخص، قابلت اسرته وشفت طريقه تعامله معاهم، سالت على اصدقائه، سالت على دينه، هو بيدرس ايه من العلوم الشرعيه، رحت له المسجد، شفته بيحضر الجماعات ولا لا، بما فيهم الجمعه. الحاجات دي كلها طبعا. وقبليهم الاستخاره، انك تستخير الله عز وجل وتكثر الدعاء، تكثر الدعاء. وقال لك ايه، اذا اردتها فاطمه فكون عليا، ونفس الفكره اذا اردته عليا فكوني فاطمه، تمام. فالطيبات للطيبين، الله عز وجل ايه، الطبيعي القاعده ان الكويس بياخد الكويسه، والكويسه بتاخد الكويس. في بقى بتبقى حاجات اللي هي الاكسبشنز، الحالات الشاذه، ومش ده الاصل ومش ده الطبيعي، تمام. ان ربنا عز وجل يبتلي واحده بواحد او واحد بواحده. وخدوا يا جدعان اصحاب الدين يوم ما الدنيا تبوظ هيرجعوا يقول لكم ربنا عز وجل بيقول ايه، فيحكم بينكم، تمام. والانسان يبقى هو طيب، والبنت تبقى طيبه، عشان ربنا عز وجل يرزقكم بازواج وزوجات صالحين. انما انت اصلا تبقى عارفه انك خرباها، يعني تبقى عارف انت انك خاربها ومبوظ الدنيا وبتاع، وفاكر اللي هو ايه، وماشي مع بنات الدنيا، وفاكر اللي هو ايه، لا اصل انا بقى ايه، احترمت نفسي، لا وهاخد واحده بقى اللي هي ايه، لا والله ممكن تبقى انت فاكر نفسك ايه، وتروح لابس في واحده مطلعه لك القديم والجديد، تمام. فطبعا احنا هنا بنتكلم اكتر على الخاطب، يعني البنت تبص للولد ازاي. ممكن نبقى نعمل ايه فيديو تاني للعكس يعني، في تمشية اخرى يعني. فاحنا كده حكمنا على الشخص واسرته، تعامله معاهم ده مهم جدا، ومع اخواته هم مين واخواته مين. شفناه، رحنا عند شغله، سألنا في شغله، شفنا اصحابه، شفنا السوشيال ميديا، رحنا صلينا وشفنا هو بيصلي فين، طريقة كلامه، طريقة تعامله،
ما عنده من الدين، العلم الشرعي، من شيوخه اللي موجودين دلوقتي وبيرجع ليهم، هل بيحفظ القرآن ولا لا، ايه اهدافه المستقبلية، عايز يتزوج ليه، ايه خططه لعياله، هيبقى ساكن فين، وهو ساكن فين دلوقتي، اسرته شكلها عامل ازاي، مؤهلاتهم، الحاجات دي كلها بتبين الشخص كويس ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام. فدي يعني هذه المكونات مع بعض، لو احنا اكن واحد رايح بياخد حاجه بالتقسيط، اكنك انت ايه وانت بحطها تشيك ليست في حاجات كتيره جدا بتبين ده. تمام. وانا ايه عددت الحاجات دي. ونصيحتي اللي الناس لا تدلو بدلوها في الحب وتفريغ المشاعر في الفتره دي، عشان يبقى لها من الود ومن الحب. لو حصل حاجه لا قدر الله ما يبقاش ارتبطوا ارتباط اللي هو يبوظهم، يعني يؤثر فيهم تأثير كبير يضرهم. وفي نفس الوقت لما يتزوجوا يبقى عندهم ايه من المشاعر، زي ما بيقولوا ايه، خزان، بس مش خزان احزان، خزان افراح يستطيعوا اللي هم ياخدوا منه بعد الزواج. اتمنى ايه الاجابه تبقى واضحه. عمار بيسأل، انا عندي مشكله ومش عارف حلها، وهي الملل والزهق. نفسي اعمل حاجات كتيره من تعلم علم شرعي ولغه برمجه، بزهق مش بستحمل، مع اني عارف ان كده غلط والعمر عمال يعدي، مش عارف بضغط على نفسي، مش عارف اضغط على نفسي، اسمع مره وبعدها كسل. اعتقد ان احنا اتكلمنا في المساله دي كثيرا يعني. وسبحان الله الشاعر بيقول لك ايه، ولم اجد في عيوب الناس عيب كغير القادرين على التمام. الله عز وجل رزقك كل شيء، طبيعي انك تتم الامر، ولكن اللي بيحصل ايه، احنا بيبقى عندنا في امر ايماني وفي امر مادي. الامر الايماني انك انت هتلاقي نفسك بتقع في ذنوب كثيره، لا تتقرب الى الله، ما بتعملش اللي عليك اتجاه ربنا عز وجل. فنصيحتي ليك اللي انت حاجتين مهمين قوي قوي قوي، او 3 حاجات. حافظ على الصلاه في المسجد، انزل 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 صلي في المسجد، تشوف الناس دي ما انزلها من بيوتها الا الله عز وجل، بيبقى في بركه كبيره جدا. مهم جدا تتعرف على ناس، واهم حاجه تعملها في حياتك التعرف على الناس، وانك تعمل علاقات، مهم جدا جدا جدا. فانك تصلي في المسجد. تاني حاجه الدعاء قل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. تمام. وثالث حاجه انك الناس لما تنام خالص بالليل تقوم تصلي ركعتين وتدعي ربنا بكل اللي انت بتقوله لي ده. تقول لربنا عز وجل، تقول لربنا انا عندي مشكله ومش عارف حلها، تقول لربنا عز وجل انا بقيت بمل بسرعه وبزهق بسرعه، اللهم سددني، اللهم وفقني، اللهم يسر لي امري، اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا. ادعوني استجب لكم اولى مليون مره من سؤال اي شخص، والله اولى مليون مره. تلاقي الله عز وجل وفقك وسددك ويسر لك امرك، لان الله عز وجل هو ربك، هو الذي خلقك خلقك ووفقك ودبر لك امرك ورزقك، فادعوه ادعوه ادعوه. تمام. فانت الصلاه، الدعاء، صلاه الليل اللي انت تقول لكل حاجه ربنا. في اسباب ماديه بقى، اسباب ماديه دي اللي هي ايه، واحده ملواني، الدنيا ما بتتاخدش قفش، وانا ما طلعتش مثلا، انا ما طلعتش هوب بقيت جامد في كل حاجه، لا، دي ما بتمشيش كده يعني. في حاجه اسمها في الليرنينج استراتيجيز، في حاجه اسمها تي شيبد انجينير، اللي انت بتبقى كويس في حاجات كتير وتبقى كويس قوي في حاجه واحده. فخد حاجه اولا، قسم اللي انت بتعمله ده، يعني لازم يبقى عندك منهج، والمنهج ده مرتبط بوقت، والمنهج ده انت تقسمه بحيث اللي انت تقدر تحطه في الجدول بتاعك، وكل يوم تحط في الكالندر عندك. فانت بقى عندك حاجه بتصحيك تقول لك والله انت عليك كذا دلوقتي، عليك كذا دلوقتي، المفروض تذاكر كذا دلوقتي. تمام. وتدوس على نفسك اول كم مره وهتلاقي نفسك ايه، الدنيا بقت عاده. النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. تمام. طب ايه تاني اللي انا ممكن اعمله؟ اللي انت تعمل المجموعه دي فيها ناس، الناس دولت عندهم نفس الاهتمامات بتاعت حضرتك، فتحطوا جدول وكلكم ايه، تزقوا بعض. تمام. ليه؟ الله عز وجل ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله مع الجماعه. فده النهارده كسل، ده يزقه، ده كسل، ده يزقه، ده كسل، ده يزقه، ده كسل، ده يزقه. تمام.
ارجع للفيديو اللي احنا كمان تكلمنا فيه ازاي تحافظ على صلاتك. نفس الطريقه اللي هتحافظ على صلاتك هي الطريقه اللي انت هتستخدمها لتكوين العادات الاخرى، مهمه جدا جدا جدا. فارجع اسمع الفيديو ده هييسر لك امورك. واعرف ان احنا كلنا بنزهق. الناس لما مثلا بتشوفني في حاجات معينه، انا واحد قربت على ال40، فانا حياتي كان فيها مغامرات كتيره تحت يعني، وكنت بزهق وبمل وببقى مش طايق اعمل حاجه، وبقعد كده افضل باصص للسقف وبضيع اوقاتي في حاجات تافهه جدا. ربنا الحمد لله الذي عافانا يعني. فلازم تعرف اللي هو ايه، مفيش حد جامد، كلنا بنعاني. لولا المشقه ساد الناس كلهم، الجود يفقر والاقدام قتال. فاهم؟ لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الموضوع مش هي معلقه عسل بتاخدها وتقول الله، لا ما فيش الكلام ده. تمام؟ فالزهق ده موجود. فتاني اسباب ايمانيه واسباب دنيويه. وارجع اسمع الفيديو بتاع اللي هو الصلاه والجيمز، مهم قوي قوي قوي، لانك عن طريق الحاجات اللي انا بتكلم فيها تقدر تحقق بقدر الله اي حاجه. تعرف ان الزهق ده امر طبيعي. امشي في حاجه فتره وبعد كده ضيف ليها. ما تقفش انا عايز اخلص كذا وكذا وكذا وكذا، لا، اختار حاجه كسرها لحاجات تقدر اللي انت تنفذها. حط لها منهجيه، اعكس المنهجيه دي في الجدول بتاعك في اليوم، بحيث اللي هي تذكرك بالوقت اللي انت المفروض تذاكر فيه. اعمل لنفسك جروب ليه نفس الاهداف وتستطيعوا انكم تشجعوا بعض. حاول تلاقي لنفسك منتور، شخص كل شويه يبقى فوق دماغك يقول لك انت خلصت ايه، عملت ايه، انت فين، مش عارف ايه، وهكذا. تمام؟ لما تجعل لك من الناس رقيب، ربنا عز وجل بييسر ليك انك ايه، بتفضل ماشي لقدام. بس يعني انت لما بتلاقيش حد، ما بتبقاش عارف تدفع نفسك، بتجيب اللي بيزقك وتستعين بالله عز وجل ولا تعجز، فكل ميسر لما خلق له. حاسس ان طولت قوي، عايز ادخل البيت بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.